الاداء والنتائج بتدي ثقه للعيبه، بتدي اريحيه للعيبه. شوفوا كده مستوى لعيبه الزمالك قبل ما يجيبوا جوان ومستواهم بعد ما جابوا جوان. محمد عبد الغني في اول ماتش باين انه مهزوز، حسام عبد المجيد حاسه كده مش واقف على بعضه. بس تخيل انت بعد الزمالك ما جاب جون واثنين وثلاثه، شوف اللعيبه دي بتأدي ازاي الشوط التاني، في ثقه، في حركه، في وضع، في الفرقه كلها فاقت. ليه؟ هو الزمالك كان عنده مشكله في الموضوع ده. مشكله نادي الزمالك ان هو كان محتاج الثقه، من خلال اللعيبه تاخد ثقه في نفسها وتقدر تكسب. المكسب هو اللي بيحط الفريق على الطريق الصح. المكسب ان شاء الله يجيب مكسب ومكسب ومكسب، وتمشي وترجع العجله تدور تاني، ويرجع الزمالك مستقر الى حد ما. اتمنى ان جوزوالدو فريرا يعني يكون اتعلم من اخطائه. مش لازم نلعب بثلاثه في نص الملعب، مش لازم نلعب بثلاثه شبه بعض. سيف الجزيري مش شرط يكون هو المهاجم الاساسي للزمالك.